اتكلمنا الفيديو اللي فات عن الحاجات اللي بتاخدها معاها المستشفى وهي رايحة تولد وما ينفعش خالص ما تنساهاش. النهاردة بقى هنتكلم على حاجات البيبي وهدوم البيبي واي حاجة المفروض تاخديها معاكي وانت رايحة تولدي بتاعة البيبي. طبعا كل ده بتحط في شنطة واحدة، بس انا قلت انزلكم الفيديو على مرتين علشان بس تكونوا الفيديو ما يطولش عليكم وتزهقوا مني بسرعة، وكل ده عن تجربة شخصية. ايه الحاجات المهمة اللي هتفرق معاكي اللي هتاخديها معاكي للبيبي، وايه الحاجات اللي مش مهمة اللي ممكن تجيبيها من المستشفى عادي. اول حاجة زي ما احنا متكلمين ان ربنا يقوم كل واحدة بالسلامة يا رب، ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، امين يا رب العالمين. كله ينزل في الكومنتات ويدعي لكل واحدة ان ربنا يكملها على خير يا رب، انا وانتم يا رب. النهارده بقى هنتكلم على شنطة الولادة بتاعة البيبي ومفروض ناخد معانا ايه وايه الحاجات المهمة. اول حاجه زي ما اتفقنا اختيارنا للشنطه بتاعتنا، وزي ما باكد عليكم ان اختيارك للشنطه بتاعتك تكون واسعه من جوه، وتكون شنطه ولا هي كبيره قوي ولا هي صغيره قوي علشان تكفي هدومك انت والبيبي، عشان برضو تاخدي للبيبي هدوم تانية احتياطي. بس يعني كملي الفيديو وانت هتعرفي. اول حاجه اختيارك للشنطه زي ما قلتلك. تاني حاجه وهو طقم المستشفى بتاع البيبي. طقم المستشفى ده بتروحي اي محل بتاع هدوم اطفال وتقولي انا عايزه طقم المستشفى، هتلاقيه كده طقم مع بعض. هاتي بقى اللون اللي يعجبك والستايل اللي يعجبك واي حاجه تعجبك. طقم المستشفى ده خديه، وخدي طبعا لو انت في شده خدي معاكي تيشيرت كم وقط ونص كم، وخدي معاكي اللي هو البنطلون اللي هو اسمه اللي بيتلبس تحت السالوبيت او البيجامه. ماشي كده اخدت طقم المستشفى. هو على فكره كفايه طقم واحد، انت كده كده اصلا بعد كام ساعه بتروحي، فكفايه معاكي طقم واحد. في ناس بقى بتبات، اللي بقى لو انت هتباتي في المستشفى خدي معاكي طقمين، طقم المستشفى وطقم كمان احتياطي. هنيجي بقى نتكلم في الحاجه اللي وراه وهي الشاور والحاجات دي. خدي معاكي عارفين الازازه الصغيره، خدي معاكي ازازه زيت جونسون صغيره او اي نوع انت هتجيبيه، وخدي معاكي ازازه شامبو صغيره برضو، علشان لو في المستشفى خلي بقى معاكي حاجات صغيره، او لو انت عندك اصلا الحاجات دي ومستعمله منها خديها معاكي عشان ممكن في المستشفى اصلا ياخدوها منك وما يدوهالكيش تاني. طيب لو انت بقى من النوع ان انت هتدي البيبي ببرونه، تمام، خدي برضو معاكي ببرونه، وخدي معاكي لبن، او استني في المستشفى لما هم يقولك على نوع لبن، الدكتور بتاع الاطفال يقولك على نوع لبن، خدي معاكي ببرونه عشان لو انت ناويه ترضعيه صناعي، تمام. لو انت هترضعيه طبيعي خلاص ملهاش لازمه الببرونه، بس الافضل الطبيعي طبعا. الحاجه اللي وراها التتينه، لو انت ناويه يعني انك تدي لبيبي تتينه. ما تنسيش طبعا المناديل، تمام، الوايبس والفوطه بتاعه البيبي. لازم يبقى البيبي تعمله فوطه ليه هو، محدش ينشف فيها غيره هو، يعني تاخدي فوطه ليكي وتاخدي فوطه للبيبي. لو انت بقى في جو الشتاء ما تنسيش معاكي البطانيه بتاعه البيبي، وكمان ما تنسيش البورد اللي هو بيتحط فيه البيبي وانت مروحه عشان لو الجو ساقع، واوعي تنسي البطانيه. لو انت في صيف طبعا الكوفرته ما تنساهاش، تمام. طيب ايه الحاجه اللي وراها اللي احنا ما ينفعش ننساها برضو، وهي البامبرز. شوفي بقى اي نوع بامبرز انت هتجيبيه للبيبي، والاحسن في اول الولاده ده عشان السره يبقى فيه ان هو بامبرز فيه فتحه مكان السره علشان يبقى البيبي واخد راحته يعني، تمام. ماشي. والحاجات ايه تاني ما ننساهاش. على فكره يا جماعه انا بقول لكم الحاجات اللي انا فاكراها، تمام، وطبعا لو افتكرت اي حاجه تاني برضو يعني هعمل لكم فيديو بيها. بس كده دي الحاجات اللي انا فاكراها. ولو انت لو انا ناسي حاجه قولي لي في الكومنتات بسرعه عشان كلنا نساعد بعض، وربنا يرزق كل مشتاق يا رب العالمين، ويا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون خفيف عليكم.